السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله بألف خير. دائما ما نسمع هاي الجملة بمسلسل باب الحارة. ودائما ما كان يعجبنا إنه نجرب هاي الكبة. تعالوا أنا وياكم نجرب كبة باب الحارة. عندي هنا كيلو من البرغل الخشن، وكيلو من اللحم العجل بدون ليه، وعندي 4 بصلايات متوسطة الحجم، وملح وفلفل. هذا فقط لعجينة الكبة. هنا أنا أجيب بثامتي وأثرم كل المكونات، أثرمها مرة واثنين وثلاثة لحد ما تصير العجينة سلسة. وهنا أضيف الملح والفلفل. بس قبل كل شي لا تنسون اللايك وتشيرون الفيديو لأكثر عدد من الأصدقاء حتى يصلكم ما هو جديد. هنا أنا عندي اللحم راح أضيفه، حسوي حشوة الكبة. ضفت لحم بدون لا زيت ولا دهن. هنا أنا عندي اللحم استوى، راح أضيف البصل المثوم ناعم جدا. بعد ما يتشوح البصل راح أضيف ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. فقط هذه البهارات لكبة المشوية فقط. هنا أنا أقلب المكونات. هنا أنا صلصة الفلفل الحلو هاي اختياري، بس فيها نكهة كلش طيبة. ضيفون ملعقتين صغيرة من الفلفل الحلو، صلصة الفلفل الحلو. وعندي ربع كوب من الدبس الرمان. هنا راح أضيف الجوز المكسر، ما أريد مطحون، أريد مكسر حتى طعمته تبين بأكلة الكبة. هنا بعد ما انتهينا من الحشو راح نخليها تبرد تماما. بعدين أضيف لها ربع كوب من لية الخروف، تبرد تماما، لأن إذا ما تبرد الحشوة راح اللية تنورد. هنا بعد ما خلصنا الحشو أجيب عجينتي ونشكل أطيب كبة باب الحارة. إن شاء الله تعجبكم، وإن شاء الله تدمنون عليها مثل ما أني دمنت عليها إدمان وأصيح لها كبة باب الحارة. هنا أنا جبت طاسة وجبت عجيناتي وجبت الحشو وراح أشكل الكبة. هنا جبت كيس حتى يسهل علي إنه أقدر أطلع الكبة. أجيب العجينة وراح أشكل الكبة بالماء فقط بدون دهن ولا شي. العجينة جدا سلسة. راح أضيف اللحم وأسد كل الاتجاهات الكبة حتى ما تطلع أي حشوة من عندها. أي استفسار تريدوه كتبوا لي بالتعليقات وأجاوبكم إن شاء الله بأقرب وقت. هنا أنا شكلت الكبة وراح أطلعها وأخليها بالماعون. شكلت الكبة الثانية. وراح أضيف الحشو وأسد الكبة من كل الاتجاهات وأخليها بالماعون. عندي هذا الكيلو البرغل سويت كمية كلش هواية، يعني صارت ماعونين كبار.
مثل ما قاعد تلاحظون، وأخليها هنا بالماء. كملت كل الكوباية اللي عندي، صارت هذا الماعون وبعد خلصت عندي كل ماعون. الكوبايات، وراح أجيب راح أجيب المشواية المشواية وراح أشوي وراح بيها أشوي الكوباية. الكوباية. طبعا طعمها رهيب. هسه من تجربوها راح تعجبكم كلش، وراح دامنون هنا عليها. أنا أبدي بتقليبهن، هنا وعندكم قلبناها. اختياري اختارت هاي تخلوها هنا أو المشواية لأن تخلوها على حتى الفحم. ما خليتها على الفحم. وهنا عندنا شكلها وهنا النهائي، هاي زيناها شكلها بشوية النهائي من رمان. طلعت، زيناها بشوية وعلينا رمان. وعليكم بألف عافية. لا وعلينا وعليكم تنسون بألف عافية. تشيرون لا الفيديو، تنسونا باللايك. وأريد شير أكبر عدد الفيديو حتى من يشوفه أكثر عدد من اللايكات. الأصدقاء. وألف عافية. وأي وإن شاء استفسار الله تعجبكم. أو أي سؤال واستفسار اكتبولي وأي بالتعليقات. استفسار أو سؤال خلوه بالتعليقات. وشكرا جزيلا لكم.